السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الزيتون المخلل غني عن التعريف، يعني ملك المخللات. الزيتون لا تشققيه ولا تتعبي نفسك فيه. هقولك على افضل طريقة تتخلصي بيها من مرارته نهائي، وهقولك على التحبيشة اللي هتخليه معاكي زي السكر. معايا هتعرفي طريقة تخليل الزيتون بطريقة سهلة ومضمونة، وهيعيش معاكي من السنة للسنة وبدون نقع ولا تشقق. خليكم مع الفيديو. اول حاجه معايا 4 كيلو من الزيتون. ولما تيجي تشتري الزيتون، اشتري الزيتونه اللي لونها الخضار بتاعها بيبقى لونه فاتح مش غامق. اللي بتبقى لونها غامق ديت هتاخد معاكي وقت في السوا وهيبقى مرر معاكي، لانه بيبقى مقطوع من على الشجره مش مستوي. المفروض الزيتونه بتتقطع بتبقى اللون الاخضر الفاتح مش الاخضر الغامق. يبقى معايا 4 كيلو من الزيتون. هتاخد اي كميه ليمون عليها، وطبعا اللي انا عملته في الزيتون انا بجيبه ما بنقعوش في ميه ولا بشاه ولا اي حاجه. بنقي الشوائب اللي فيه وبعد كده بغسله غسله كويسه تحت الحنفيه واحطه في مصفى. يبقى معايا 4 كيلو من الزيتون. ال4 كيلو من الزيتون دول بتاخدي اي كميه ليمون عليها، والليمونه بتقسمي على 4 زي ما انتوا شايفينها، هي اما على نصين 2 زي ما انتوا عايزين. طبعا اعملي اي كميه ليمون تفضليها، بيبقى الليمون طعمه حلو قوي في الزيتون، يمكن هو بيتاكل قبل الزيتون كمان. يبقى 4 كيلو من الزيتون واخده عليهم 2 كيلو ليمون ومقطعاه الليمونه 4 او على نصين. ومعايا كمان 5 معالق كبار من هريسه الشطه، او 4 معالق كفايه. 4 معالق كبار من هريسه الشطه. ومعايا كمان 5 6 قرون كده من الفلفل الحامي مقطعاه. ومعايا كمان حزمه كرفس واخده الورق بتاعها بس وسايبه العيدان. معايا كوبايه كبيره من عصير الليمون. طبعا انا جايبه الليمون وعصره بالعصاره واخده الميه بتاعته. يبقى كوبايه كبيره من عصير الليمون زي ما انتوا شايفين كده، عصره بالعصاره واخده الميه بتاعته وسايبه القشر. طبعا القشر ده هنحتاجه في الاخر، هقول لكم هنعمل بيه ايه في الاخر. تمام. يبقى كوبايه كبيره من عصير الليمون. معايا كمان معلقتين 2 كبار من العصفر. معايا معلقتين 2 كبار من حبه البركه. ومعايا كمان معلقتين 2 كبار من السكر. السكر ده مادة حافظة هيخلي الزيتون معاكي مقرمش لاخر حباية معاكي. تمام. يبقى هي دي كل المقادير بتاعتنا. يلا بينا يا حلوين ندخل على الطريقة بتاعتنا. اول حاجة هنجيب كروانة كده تاخد الكمية اللي هنعملها عشان نعرف نقلبه كويس. ضفت الزيتون وضفت الليمون، وزي ما قلت لكم الزيتون خلي بالكم منه يا جماعه عشان خاطر ما تقولوش الزيتون ممرر معانا. دي خطوه مهمه جدا كله بيسهى عنها، او انت بتشتري الزيتون ما بتاخديش بالك منها. حاولي تجيبي الزيتونه اللي اللون الخضر بتاعها فاتح، ده بتبقى مستويه معاكي وعمرها ما تاخد وقت، تاخد معاكي شهر بالكتير قوي وهتاكلي احلى زيتون. لو اشتريت الزيتون الاخضر اللي هو الغامق هياخد معاكي وقت طويل على ما يستوي وهيبقى مرر معاكي كده. تمام. خلوا بالكم من نقطة زي دي. ضفت الزيتون على الليمون، وضفت حبة البركة وهرسة الشطة والسكر. ضفت كل المقادير بتاعتنا كلها على بعض، وضفت برضو عصير الليمون والكرفس، وضفت السكر. وكمان كنت ناسية الجزر، برضو نسيته برضو احطه في المقادير، فافتكرته لقيته جنبي كده فحطيته في الاخر وقلبته زي ما انتوا شايفين كده. قلبت كل المقادير بتاعتنا، والجزر حوالي جزرتين 2 بتبشريهم. تمام كده. قلبت كل المقادير كلها على بعضها. بعد كده هنجيب بقى البرطمانات بتاعتنا. البرطمانات بتاعتنا لازم تكوني معقماها بميه سخنه وسايباها لحد ما تنشف معاكي. برضو الغطيان بتاعتها تكوني معقمه كده. عبيت الزيتون بتاعنا في البرطمانات، وزي ما انتوا شايفينه شكله ما شاء الله حلو قوي، وان شاء الله هيعجبكم جدا. ويلا بينا نعمل المحلول بتاعنا اللي هنسقي الزيتون بيه. على كل لتر ميه بتحتاجيه بتضيفي 4 معالق كبار من الملح الخشن. والملح الخشن انا شاريه ملح خشن مخصوص للزيتون. تمام. او ممكن تشتريه بالكيلو. يبقى على كل لتر ميه بتضيفي 4 معالق كبار من الملح الخشن، ومعلقه صغيره من الكركم، ومعلقه كبيره من الخل على كل لتر ميه. تمام كده يا بنات. انا كده عملت المحلول بتاعنا خلاص، ولو احتجت تاني هعمل برضو بنفس المقادير اللي قلتها لكم. يبقى كل لتر ميه بتضيفي 4 معالق كبار من الملح، ومعلقه صغيره من الكركم، ومعلقه كبيره من الخل. وتقلبي بقى الملح كويس في الميه لحد ما يدوب معاكي خالص كده. تمام. وده الليمون بتاعنا، هقول لكم هنعمل بيه ايه دلوقتي. هنجيب بقى قشر الليمون ده قبل ما نضيف بقى المحلول بتاعنا بنحطه على الوش بالشكل ده. تحاولي بقى تكتمي الزيتون بقشر الليمون اللي انت استخدمتيه. تمام. اهو زي ما انتوا شايفين كده بترصيه على الوش كده. تمام. بعد ما رصيت الليمون بقى بالشكل ده كده، طبعا بتضغطي كده الزيتون كله مع بعضه، ما تخلوش مهوي معاكي كده. خلاص ما شاء الله. يعني عمل لي برطمانين 2 كبار وبرطمانين 2 صغيرين، ده من 4 كيلو زيتون كده. تمام. هنجيب بقى المحلول بتاعنا ونسقي البرطمانات بتاعتنا، بس ما تملهوش على الاخر خالص، حاولي تسيبي كده سنتي فاضي.
كده تمام. بعد ما عبيت البرطمانات بتاعتنا وسقيتها بالمحلول، سبت حوالي سنتي بس كده فاضي في كل برطمان من فوق. بعد كده بحط شوية زيت على الوش. كده تمام. بعد ما حطينا بقى الزيت خلاص، بتجيبي بقى اكياس تلاجة من اللي هي اكياس التخزين بتاعه اللبن دي، بتقسمي الكيسة على 2 كده، وبتحكمي بقى بتغطي البرطمان كويس وتحكميه بحيث ان هو يكون مقفول كويس عشان ما يخرج بس ميه معاكي. تمام. عشان كده لما بيجي الزيتون بيستوي طبعا بيفور معاكي شويه، فبتحكميه بالكيس عشان خاطر ما يخرجش بره. انا لقيت الكيسه اللي في البرطمانات صغيره كده على 2، قسمت الكيس على 4 وقفلته كويس عشان خاطر يبقى مقفول كويس وما يخرجش معاكي ميه. كده تمام اهو بالشكل ده كده. كده تمام بقى بعد ما بتقفليه كويس جدا، بتقلبي بقى البرطمان، بترجيه الاول كده وبتقلبيه على وشه رجتين كده، وبتقلبيه على وشه زي ما قلت لكم. اقفلوا الغطيان كويس بس عشان ما تخرش معاكم ميه. كده تمام بقى الزيتون بتاعنا جاهز خلاص. هنفتح عليه امتى بقى الزيتون ده؟ زي ما قلت لكم، اهم خطوه وانت بتشتري الزيتون، اشتري الزيتونه اللي لونها خضار فاتح مش خضار غامق. خضار غامق هتغيب معاكي وتيجي تاكليها تلاقيها مرره معاكي. فحاولي تشتري الزيتونه الفاتحه، الخضار بتاعها خضار رايق وصافي كده. تمام. هنفتح عليه بقى. لو الزيتون معاكي كويس هياخد معاكي حوالي شهر وهتفتحي عليه. يا ريت بقى لو فيديو النهارده عجبكم، يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك الجميل بتاعكم والاشتراك في القناه، وفعلوا زر الجرس على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم كل جديد. اشكركم على المشاهده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في الله.